عريض فريق الجيش الملكي يعود من بعيد من اصل 6 مواجهات. نتابع محاولة خطيرة والهدف ابراهيم البزغودي يسجل الهدف. ابراهيم البزغودي يسجل الهدف. اذا يسجل الهدف. محاولة كانت نسل اللاعب ابراهيم البزغودي اللي كيبقى من بين اللاعبين. تابعوا الان هذه المحاولة، ما كانش هناك تسلل، نسل من الحراسه وابراهيم البزغودي استغل خروج خاطئ للحارس. نشاهدوا ابراهيم البزغودي وكانت محاوله ديال العرقله من اللاعب ديال سفيان يخلف، لكن المحاوله تطواني يغيب بشكل كبير عن هذه المواجهه. حمزه مسوي كيرفع كره خطيره، محاوله والهدف. هدف بطريقه جميله جدا. زيد كروش يسجل الهدف. كما قلت بأنه لا شيء حسم بعد حمزة الموسوي، وزيد كروش يسجل الهدف بطريقة جميلة جدا. جانب من جماهير فريق المغرب التطواني الحاضر لهذه المواجهة. زميلي سمير الرشداني، لكن ممكن أنني نتابع الإعادة لهذه اللقطة الأخيرة. قلت بأنه من هفوة بسيطة يمكن استغلال أدنى محاولة. نتابعوا الآن. يمكن أقول بأنه التغطية لم تكن جيدة، ماشي فقط من اللاعب عقدي، لا أعتقد بأن عودي، ولكن كذلك اللاعب أمين تيغزاوي يتحمسوني في عدم التغطية بشكل. في خط وسط الميدان أمامية إبراهيم لاركو يهيئ كرة جميلة والهدف. خطأ فادح بالنسبة لأبرهون الذي نادرا لا يرتكب مثل هذه الأخطاء، ولكن هذه كرة القدم، الخطأ كيبقى وارد فيها. لاركو كانت الكرة في اتجاه إبراهيم البزغودي، ويمكن الاعتبار بأنه هذه المحاولة بمثابة رصاصة الرحمة. إذا الفريق أولمبيك خريبكا هو